فول مدشوش، حمص، قمح، بليلة، عدس، طماطمايه، بصلايه. بعدين نجيب نحطهم نكون نقعينهم من بالليل، الفول والحمص هما الاتنين بالليل بس. وبعدين نحطهم بقى في دماسة الفول والحمص بعد ما تنقعوا طول الليل، ونحط عليهم قمح البليلة، ونحط عليهم العدس الاصفر، ده ما بيحتاجش نقع ولا حب البليلة. وبعدين نحط بصلايه وطماطمايه ومعلقه كركم صغيره، وبعدين عليه ميه مغليه، ونحطه على النار. ولما يغلي نوطي عليه زي الشمعة، ويقعد 6 ساعات على النار. كل ساعتين افتحه واقلبه، ولو محتاج ميه مغليه، تسويه ميه، ازود ميه مغليه، محطش ميه بارده، واقلبه تقليبه حلوه كده كل ساعتين. ولو محتاج ميه بقى كده بنقلب اهو، لو محتاج ميه نعمل نزوده، نحط ميه فيه، ونحط ميه المغليه، ونسيب مسافه كده عشان في الدماسه، عشان ما تغرقش البوتاجاز. وبعد 6 ساعات المنظر السوا اهو، احلى فول مدمس في البيت، ولا في مواد كيماويه ولا في مواد تسرع التسويه. احلى فول في الفطار يوم الجمعه، واحلى فول في السحور في رمضان. وبالهنا والشفا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مطبخ ام حسن.